هناك أسرار صغيرة لو عرفتها ستتغير حياتك إلى الأبد. اليوم سأشارك معكم 5 أسرار لا يخبركم بها أحد، لكنها هي التي تفرق بين من ينجح ومن يفشل. قبل أن نبدأ، أريدكم أن تكتبوا لي في التعليقات ما هي أكثر عقبة تشعرون أنها تقف بينكم وبين النجاح. دعونا نرى إن كانت هذه الأسرار ستساعدكم على تجاوزها. تابعوني حتى النهاية، لأن السر الخامس هو أخطرها وأقواها. هل سألت نفسك يوماً، لماذا هناك أشخاص يصلون بسرعة، بينما يبقى آخرون في أماكنهم؟ هذه القصة ستوضح لك. كان هناك شاب عادي جداً، يعمل في وظيفة بسيطة، لكنه قرر أن يغير عادة صغيرة في يومه. وبعد عام واحد فقط، تغيرت حياته بالكامل. السر الأول الذي سأخبركم به هو الذي صنع هذا الفارق. السر الأول: العادات الصغيرة. النجاح لا يأتي من خطوة ضخمة، بل من خطوات صغيرة تتكرر كل يوم. تخيل لو قرأت 10 دقائق يومياً. بعد عام ستكون قد قرأت أكثر من 10 كتب. والسؤال هنا: ما هي العادة الصغيرة التي يمكن أن تغير يومك؟ السر الثاني: طريقة التفكير. هناك عقلية تسمى عقلية النجاح، وأخرى تسمى عقلية الفشل. كلاهما يرى المشكلة نفسها، لكن أحدهما يراها فرصة، والآخر يراها عائقاً. الفارق ليس في الظروف، بل في طريقة التفكير. السر الثالث: استغلال الفرص المخفية. الفرص حولنا كثيرة، لكن معظمنا لا ينتبه إليها. هناك أشخاص بدأوا مشروعاً صغيراً جداً، مجرد فكرة جانبية، فتحول إلى شيء ضخم. السر هنا أن تفتح عينيك لترى ما لا يراه الآخرون. السر الرابع: العلاقات والدائرة القريبة. الأشخاص الذين يحيطون بك هم الذين يشكلون طاقتك. إن كان حولك أشخاص سلبيون، سيجذبونك إلى الأسفل. لكن إن كان حولك أشخاص يشجعونك، فسوف ترتفع إلى الأعلى. اسأل نفسك: من هو الشخص الذي يمنحك طاقة إيجابية؟ السر الخامس: الاستمرارية والصبر. النجاح ليس ضربة حظ، بل هو رحلة طويلة. هناك أشخاص فشلوا عشرات المرات، لكنهم استمروا حتى وصلوا. السر الخامس هو أن تكمل الطريق حتى لو كان صعباً، لأن الاستمرارية هي التي تصنع الفارق الحقيقي. الآن أريدك أن تختار سرًا واحداً من هذه الأسرار الخمسة وتطبقه لمدة أسبوع. اكتب لي في التعليقات ما هو أكثر سر شعرت أنه لامس قلبك، وما الذي ستبدأ بتطبيقه من اليوم. أنا شخصياً جربت السر الرابع، وكان له أثر كبير في حياتي. اليوم شاركت معكم 5 أسرار: العادات الصغيرة، طريقة التفكير، الفرص المخفية، العلاقات، والاستمرارية. تذكروا دائماً أن الفارق بين من ينجح ومن يفشل ليس الحظ، بل أن أحدهم بدأ بخطوة صغيرة، بينما الآخر ما زال ينتظر اللحظة المثالية. إن أعجبكم هذا الفيديو، اشتركوا في القناة، واضغطوا على زر الإعجاب، وشاركوه مع شخص يحتاج إلى سماع هذه الكلمات. وانتظروا الفيديوهات القادمة، لأن القادم سيكون أقوى.